نظرية الصراع من أشهر النظريات. المؤسس كارل ماركس. ليه من أشهر النظريات؟ لأنها طلعت ضد الرأسمالية وتبنت الشيوعية. شو يقول؟ يقول تفسير وتطوير المجتمعات من خلال الصراع بين الطبقات. كل الناس متصارعة، يعني أنا الحين أصارع لأجل أن أعيش بوظيفتي بعملي بمدري إيش إلى آخره. الثاني الثالث كلنا متصارعين، أنا بصير مدير وهذا بيصير مدير، أنا بصير مدري إيش. الناس يقول في صراع، الحياة كلها في صراع. شو يقول هو؟ الصراع هذا بسبب وش هو؟ التفاوت في الثروة والسلطة، نبي ثروة وسلطة، ويرى أن هذا الصراع هو المحرك الأساسي للتغيير المجتمع، يعني ما يتغير المجتمع إلا في صراع. تبنوا الشيوعية ليه؟ لأن كان الرأسمالية الإقطاعيين موظفين كل هالناس مثل الفلاحين والعمال أيام المصانع ومدري إيش، وكل الثروات تروح لمجموعة من الناس، وهذه كلها عمالة بس علشان قوت يومهم. فيقول هذا الصراع الطبقات، صراع كانت طبقتين، بعدين تطورت النظرية وصارت كل الحياة طبقات متصارعة حسب نظريته.